بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائنا المشاهدين الكرام، اليوم حنسوي معاكم وصفة الحريرة المغربية. عندنا المقادير: لحم غنم، حمص، بصل مطحون، طماطم مطحونة، كزبرة، مقدونس، كرافس، الكل مطحون، معجون طماطم، زيت زيتون. في قدر كبير على نار متوسطة نحط اللحمة، الحمص، الطماطم والبصل المطحونين، معجون طماطم، ونزيد التوابل: الزنجبيل، زعفران، فلفل أسود مكعب، مرق اللحمة، ثوم، بصل بودرة، كزبرة ناشفة، ملح. وتغمر المكونات بالماء ونتركها لتنطبخ لمدة نصف ساعة. بعد ما انطبخت المكونات نخلط الدقيق في وعاء آخر مع قليل من الماء، ثم نضعه في القدر مع الشعرية. نترك المكونات تمتزج ونسكب الحساء في أطباق الحريرة بحيث يقدم ساخنا بألف صحة وعافية.